الحقيقة الفلول ديل غلبن، والله غلبن اللي بيسووه معاي شنو بالضبط. فكل اللي بيقدروا عليه انه يعملوا بلاغات بانه الله بتاعي يحض على الكراهية، وبتكتر البلاغات عليه بيتم قطع البث المباشر على الفهم ده يعني. فحقيقة أنا داير أقول حاجة مهمة جدا لأي بلبوسي يجي يزور المحتوى بتاعي ده، إنه صوت الحق لا يمكن إنك أنت تطفيه ببلاغات، أو تطفيه باعتقالات، أو تطفيه بسجون، أو تطفيه بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أو تطفيه بكسر عين المواطن السوداني من خلال أجهزتك الأمنية بالاغتصاب وبالتعذيب والتنكيل داخل غرف الأشباح. صوت الحق ده شفته سيصدح إلى أن تقوم الساعة، وكذبكم وخداعكم وغشكم للشعب السوداني أصبح مفتوح تماما. وحقيقة يعني إذا كان أساسا هو المنصة بتاعتي على التيك توك وجعتكم وصلتكم المرحلة دي، فده والله بالنسبة لي أنا شرف عظيم إنه أنا أنتصر عليكم في هذه المعركة بهذه الكيفية. فدي معركة أنا خطها بكل استبسال، وخطها بكل قوة ومقدرات فكرية وذهنية حقيقية قدرت إنها تقوض فكرتكم تماما، قدرت تقوض استحماركم للشعب السوداني. استطعت انه انا اهزمكم شر هزيمة. فدي طبعا اساسا عندكم الغاية تبرر الوسيلة، فانتم ممكن تستخدموا اي وسيلة من الوسائل عشان تصفوا الاخر. فدي نوع من انواع التصفية اللي انتم هسه حاليا شغالين فيها ضد مجاهد القطبي. شوكة حوت قاعد عليكم في حالكم، لا تتبلع لا بتفوت. وإذا كان تيك توك كان إحنا ما قدرنا نقدم فيه رسالة، ففيسبوك قاعد ممكن نقدم فيه رسالة. الجروبات والمدونات اللي موجودة في واتساب أن إحنا بنقدر نقدم فيها رسالة. طيب انتوا الحاجة اللي خاتنا في زينكم إنه الشباب كلهم موجودين على تيك توك، وإنكم انتوا بتستلبوا الوعي الجمعي لهؤلاء الشباب من خلال هذه المنصات. لكن الحاجة الدار أقول لكم، الشعب الذي أو الشباب الذي أسقطكم في ثورة ديسمبر 2019 هو أكبر من إنكم انتوا تستحمروه أو إنكم انتوا تسوقوه السواقة بتاعت القطيع دي. سكتوا جدودنا، سكتوا أهلنا زمان، سكتوا آبائنا، لكن الجيل ده والله عصي عليكم، والله الجيل ده عصي عليكم لدرجة انتوا ما تتصوروها وما تتخيلوها أساسا. الجيل ده جيل واعي، جيل فاهم. يعني شغلك انت اللي اشتغلته في 30 سنة ده، ما دي نصيحة مني لكم، دي نصيحة مني لكم أنا بقدمها لكم لوجه الله تعالى. دي نصيحة أنا بقدمها لكم كده، شفتوا خدمة لله. طيب ما داير منكم قروش، ما داير منكم أي حاجة. إذا ما غيرتوا المنهج والأيديولوجية بمعنى آراءكم وأفكاركم وفلسفاتكم في تمرير أجندتكم ما حتنتصروا، وبالعكس كل يوم حتمروا من هزيمة لهزيمة ومن هزيمة لهزيمة. ما حتنتصروا أبدا، لأنه نفس الخط اللي سكتوا به الشعب السوداني 30 سنة هو نفس الخط اللي انتم سايقين به الشعب السوداني الآن. والشعب السوداني وعى تماما لكل الشيء اللي انتم قاعدين تعملوا فيه. طيب في نقطة أساسية في البث اللي تم التبليغ عنه قطعه وعدم يعني إن أنا أوضح الحقائق اللي جات في هذا البث. حقيقة خلينا أقول حاجة مهمة جدا جدا. أول حاجة، أنت بتطالب المجتمع الدولي بأنه يدير لك قوات الدعم السريع. طيب ومن العدالة عند أو العدالة عند النبي وعند خلفاء الراشدين في عقيدتنا الإسلامية هي عقيدة واضحة تماما، والمنهج فيها هنا واضح تماما لا لبس فيه ولا تشويش. إنه الشاكي والمشتكى عليه سواء أمام القانون، بتساوي قدام القانون. وده يمكن نموذج عندنا واضح اللي هو نموذج علي بن أبي طالب مع اليهودي، والأمثلة كثيرة جدا جدا. يعني القاضي نفسه ساوى بين علي وساوى بين منو؟
وساوى بين اليهودي في القضية بتاعت الدرع وما قضية الدرع ديك، عشان أنا أوضح النقطة دي بشفافية وبوضوح تام. فانت الليله لما مشيت للمجتمع الدولي انت ما عايزه يساويك في العداله مع قوات الدعم السريع، انت عايزه يجرمها لك، وده ما بيحصل، وده ما من الاسلام ذاته ولا من الاعراف الانسانيه انه يدينوا لك شخص من غير ما يساووه معاك في مراحل التقاضي المعتاده والمعروفه. عشان اذا كان عندك حق تشيله، واذا كان انت بتتبلى عليه وبتدعي عليه، هو كمان ذاته عنده حق عندك يشيله، عنده حق عندك يشيله. طيب فيطلع لك واحد بلبوسي يقول لك شنو؟ يقول لك هم ساووا ما بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، وطبعا ما دايرين يتساووا، ما دايرين يتساووا، دايرين هم يطلعوا مجرمين، يطلعوا مغتصبين، يطلعوا قتلة، يطلعوا نهابين، يطلعوا سراقين، وما دايرين يتساووا. طيب العدالة بتقول انه انت اشتكيت الزول ده، يبقى معناها لما يجي في مرحلة التغاضي بيتساوى معك. ودي الحاجة اللي عملها المجتمع الدولي، دي الحاجة اللي عملها المجتمع الدولي، ساوى ما بينك وما بين قوات الدعم السريع في تحقيق العدالة. إذا هم مجرمين يحاسبوا، إذا أنت تبلت على الناس ديل وطلعت أنت المجرم تتحاسب أنت ذاتك. فدي الحاجة المعروفة في العرف الإنساني وحتى في العقيدة الإسلامية، في إنه الشاكي والمشتكى عليه بيتساوى أمام القانون. لا ديل ما عندهم الكلام ده ولا عندهم الفهم ده، ودارين يسوقوك أنت يا مواطن يا سوداني يا بسيط، يسوقوك سواقة الخلا والحفر والدقداق ويغشوك ويشوهوا لك الرؤية قدامك. يعني دي ملامح بسيطة قسما بالله من الشغل اللي قاعد يشتغلوا الناس ديل. وانا متأكد واثق، والله واثق 1,000,000% انه الشعب السوداني ده اوعى من انه تمر عليه الاشياء دي، والله اوعى من انه تمر عليه الاشياء دي. ويمكن الوعي الان اصبح يعني يتسع اكثر. الناس اللي كانت مغيبة تحت دغدغة عاطفة الوطنية والقومية للقوات المسلحة ومش عارف ايه والكلام ده، الناس دي كلها سكتت. الناس البسطاء، الناس اللي ما عندها لا في العير لا في النفير، الآن سكتت والله وبقت تتفرج على المشهد. ويمكن في البعض ذاته قلب 180 درجة، والآن بدين في القوات المسلحة نفسها بكيفية الأسلوب اللي قاعدين يستخدموه الكيزان في المنصات وفي الإعلام وفي وين، ويروجوا لك لحاجات يا أخي قاعد يعملوا فيها هم للأسف الشديد وما أنزل الله بها من سلطان. يعني إحنا طلعنا ثورة تحول مدني ديمقراطي، ثورة دولة المواطنة والقانون، والأمم المتحدة أساسا هو مبني فيها دولة العدالة، مبني فيها العدالة والقانون. يعني أنت الليلة تجي وتمشي للأمم المتحدة فلا بد أن تقام العدالة، والعدالة بتقام أنه يساووا بينك وبين الشاكي. دي ما دار لا درس عصر يعني ولا دار لا أنزتين. وأنا إن شاء الله وبإذن الله تعالى ما لقيت مساحة في التيك توك وقعدتوا لي في حلقة بالبلاغات وبغيره، وده كله اللي بتقدروا عليه وما عندكم قدرة أساسا. طيب في منصات تانية، وأنا ما بتكلم من الليلة ولا كنت قاعد أتكلم من امبارح. أنا قلت لك من 2010 أنا قاعد أتكلم، من 2010 أنا بتكلم وما سكت. يمكن ما كان خدت لي اعتبار، ما كان خدت لي قيمة، ما كان خدت لي أهمية، بحيث الصرف والغرور بتاعهم ذاك إنهم هم مستلمين مقاليد البلد، هم مسيطرين على البلد، وهم ممكن يعملوا ويسووا ويفعلوا. لكن الليلة والله ما في يدكم حاجة. يا هدى مشيتوا جدة توقعوا بالاسم الكباشي على استسلامكم ورضوخكم للعدالة الدولية وللعدالة الإنسانية الحقيقية، وراجاكم إن شاء الله عدالة الله سبحانه وتعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. شاكر ومقدر حضوركم واستماعكم لهذا الفيديو الصوتي، وإن شاء الله حطلع معاكم في رسائل كثيرة جدا جدا. شاكر ومقدر، ده إذا ما بلغوا فيها طبعا. السلام عليكم.